السلام عليكم. المتابعين ديال قناة بغيت نخدم. سمحوا لي اليوم عندي المهم فيه شوية العياء، ما نقولش مريض ولكن شوية العياء، ولكن هاد الفيديو خاصو يخرج في هاد الوقيته حيت كيف ما قلت لكم عندي ان بروغرام سور 2024 خصني نسالي معكم انا موعد راسي به. دونك وكنعاود نقول لكم راه الناس اللي غادي يتبعوا معايا المواضيع ديال هاد العام راه ما يمكنش ما تكونش القيمة المضافة عندهم في حياتهم المهنية بالخصوص. الوغ الموضوع اللي غندويو عليه اليوم واحد الموضوع اللي شوف انا غير بغيت نوصف لكم درجة الأهمية ديالو عندي انا بعدا. اما نتوما ما عرفتش، ولكن عندي انا بعدا ما يمكنش تقول لي باغي دير الاي كوميرس، غادي كتقلب كي دير متجر الكتروني، غادي كتقلب على المنتج الرابح، انك فايت دير معاملات في المغرب، يعني شاد منتوج وبيعو وشاد الفلوس ديالو ومشيط لك الرباح. راه ما يمكنش تكون قادر دير هادشي ولا زعم دير هادشي ولا بادي دير هادشي وانت ما عندكش اطار قانوني خدام فيه. ما يمكن ليناش نديرو ان بيزنس وحنا بنادم، وحنا ماشي شركة. هادي زعما الا شي واحد فيكم هنا قدام باغي يسولني على شي حاجة عندها علاقة بالبيع والشراء بالاي كوميرس ما عرفت شنو، فهمتي، باغي كوتشينغ باغي اكومبانيومون الى اخره، راه لا ما عندكش اطار قانوني فين غتخدم، انا شخصيا ما نقدر نزيد معاك حتى كلمة، حتى كلمة. حيت الا في المغرب باقا الامور شوية ميكين عليها من هاد الناحية وهادشي ما غيطولش، عندك على ابعد تقدر واحد 5 سنين 6 سنين ما كاينش اللي غيقدر يدير شي معاملة شي ترونزاكسيون بعدا بالليكيد. هادي اولا، يعني الفلوس ما يبقاوش يتقاسو. وثانيا الا ما عندكش اطار قانوني اصلا ما كاينش اللي غيشري من عندك اصلا. ودابا حاليا راه بدات البوادر ديال هادشي كتبان. اولا بعدا بالنسبه لابارتي الاولى اللي دويتي عليها ديال ما يبقاش الليكيد، خلاص ما حتاش ندوي، راه كلشي ولا بلا كارت دابا، ولا عندكم الكاش باك في المغرب، ولا ولا البايمون بالايفون داك ما عرفتش كيتسمى الاي بي ولا ما جو سي با. يعني البوادر ديال الديجيتال كاينه بعدا، هذه اولا. وبالنسبه للاطار القانوني يلا لاحظتوا مع هاد التفرقيع اللي تفرقع الاي كوميرس في المغرب مؤخرا، راه بزاف ديال الناس ما بقاوش كيتيقوا يشريو من الانترنت من عند اي واحد. اي واحد غتجرب تبيع ليه في الانترنت غيقولك انت في اين مدينه، واش فين عندكم الحانوت، فين عندكم المحل، واش كاينه الكارونتي، واش الى اخره. وبالتالي الا كنتي واحد السيد ولا السيده خدام في البيع والشراء ديال راسك، يعني باغي تخدم ديال راسك، باغي تبيع وتشري، سواء كنتي مرا في دارك ولا دري خدام على راسك، يعني فوتوغراف ولا كتصاوب لي سيت ولا كتصاوب البلاغي ولا جو نسي با، ولا كتمشي تغسل الطوموبيلات ولا اللي كان، ولا كنتي مرا كتبيع المسمن كتخيطي الحوايج، اي حاجه. اذا كنتي يعني مقاول يلاه بادي ولا صغير، خاصك اطار قانوني تخدم به. وهاد الفيديو مديورة ليك، نتمنى نكون وصلت لكم الاهميه ديال هادشي اللي غندوي فيه اليوم. كيف ما قلت لكم عندي انا، قبل ما تكون الاهميه ديالو عند الدوله، قبل ما تكون الاهميه ديالو عند الكليان اللي غتبيع ليه انت، اللي غيطلب لك غدا فاكتور ولا غارونتي ولا الى اخره، عاد نشوفوا الاهميه ديالو عندكم نتوما المقاولين الشباب اللي يلاه بادين الى اخره. الا كنتي غتبدا صغير راه باش واحد النهار تكبر. وبالتالي هادشي اللي غنشرح لك اليوم فغادي يمكنك انك تخدم ولا غدير كاع داكشي اللي كديرو مقاولة كبيرة، ولكن غديرو فواحد الاطار اللي هو جد محدود ومبسط، باش بعدا كتولف الثقافة ديال المقاول شنو اللي ليه وشنو اللي عليه. تخلص الضرائب ديالك،
تصاوب لي فاكتور ديالك، تصاوب لي دوفي ديالك، تصاوب مسائل ديالك، عندك لا كونطابيليتي ديالك الى اخره. بعدا كمقاول صغيور، نهار تكبر عاوتاني هضره اخرى هذيك. داكور. دونك اليوم غادي ندويو الدراري على لو ستاتيو ديال اوتو اونتربرونور. غتسمحوا لي حيت لا بريزونطاسيون يقدروا يكونوا فيها شويه الاغلاط ولا الشكل ماشي هو هذاك لا يروق، ولكن ركزوا معايا في المحتوى الله يخليكم. خصكم تعرفوا واحد القضيه عاوتاني، راه المغرب من البلدان اللي كيقترحوا بعدا السيستيم ديال اوتو اونتربرونور. راه كاينين البلدان اللي ما عندهمش، يعني يا اما تكون شركه كبيره مقاده بالكابيتال ديالك، يا اما ما تكونش. والمقاول الذاتي ما خصوش يخلعكم. حنا غادي نشوفوا دابا بسيط بسيط جدا باش يدار، وما كيقيسك في والو في الربح ديالك، ولكن تيخليك خدام قانوني وترونكيل. المصادر ديالي في هذا الفيديو سهله، هو لو سيت اللي دارته الدوله باش كتشرح فيه كل ما يتعلق بلوطو انتربرونور ولا مقاول ذاتي، اللي هو ا يعني auto-entrepreneur.gouv.ma. انا بطبيعه الحال في هذا الفيديو نعطيكم غير داكشي اللي غيخليكم تبداو ولا غيخليكم تكونوا فكره على شنو هو اوتو انتربرونور الى اخره، وشنو المنافع ديالها ينسي دو سويت. الا كانوا شي اسئله خليهم لي في لي كومونتير، وبطبيعه الحال يكونوا اسئله اللي بيرتينونط، ماشي شي اسئله اللي عاوتاني ديال واحد ما مقلبش كاع. الناس اللي غيبغيو يعرفوا اكثر يدخلوا غير لهاد لو سيت. الا شحت هاد لا فيديو تقدر تشاف دابا زعما من دابا العام عامين 3 سنين 4 سنين يكونوا مستجدات، يعني المعلومات ما تيبقاوش ستاتيك، ما تيبقاوش زعما ما كيبقاوش زعما يعني كيتبدلوا المعلومات. ils peuvent se mettre à jour. دونك علاش انا حطيت لكم هاد لو سيت؟ باش اي وقيته شتي في هاد الفيديو، الا شتي الفيديو قديم شويه ولا هذا، دخل غير لهاد لو سيت وغادي تلقى جميع الاجوبه الاسئله ديالك. الوغ باش نشرح لكم الموقف. الوغ دابا تخيل راسك انت كليان، ماشي بيع وشري، دابا انت ولا انت كليان ولا كليانه باغي تشري ايفون. ها هو ايفون على اليمين، ايفون على اليسار، مزيان. دونك ها هو نتاع اليمين على اليسار، ها هو نتاع اليمين، ها هو البيع والشري على اليسار، ها هو البيع والشري على اليمين. داكور. دونك انت اللي على اليمين على اليسار بلوتو شريتي تليفون، هذا اللي على اليمين تا هو شرا تليفون، مزيان، هنا كلشي بخير. اراك ليا هذا اللي على اليسار شنو دار؟ هذا اللي على اليسار عطاك فاكتور فيها الكاشي ديالو، ياك؟ عطاك كارت فيزيت فيها سميتو كنيتو الى اخره، مزيان. و يقدر يزيدك كارونتي مثلا، فهمتي؟ يقدر يعطيك، تقدر تطلب ليه الوراق ديال الرقم ديال الشركه ديالو يعطيه ليك، واخا هو ماشي شركه، هو مقاول ذاتي، فهمتي؟ الشركات عندهم اي سي او، يعني هو الماتريكول اللي كتكون معرفه به الشركه، كتلقاهم معلقين الفوق في الدخله. بالنسبه للضرائب ايتو، المقاول الذاتي ما عندوش اي سي او، ولكن عنده حتى هو رقم كيشبه لي سي او، فهمتي؟ دابا بالله عليكم، بالله عليكم، في اطار الشريه ديال ايفون، واش انت غتفضل تشري من عند هذا اللي على اليمين اللي عاطيك التليفون عطيتيه الفلوس وتما بقات، ولا غتبغي تشري من عند هذا اللي اشاك فوا كيعطيك الوثائق ديالك اللي غارونتي الى اخره؟ بطبيعه الحال غتبغي تشري من عند هذا بلا ما نتسنى الاجابات ديالكم. وبالتالي بغيتكم نتوما الا كنتو غتبداو البيع والشراء ديالكم ولا تبداو البيزنس ديالكم ولا الى اخره، بغيتكم تبداو بحال هذا اللي على اليسار ماشي اللي على اليمين. والمقاول الذاتي ولا بطاقه المقاول الذاتي جات لي زونتربرونور اللي ماشي كبار بزاف، اللي ما كيديروش واحد رقم المعاملات اللي كبير في العام، وباغيين يخدموا كوريكت، باغيين يخدموا يعني بطريقه اللي هي ليغال. علاش؟ نعطيكم غير اكزومبل بسيط. راه تقدر تلقى ان مارشي كبير، مثلا انت كتبيع البيسيات مثلا ولا التليفونات، ولا مثلا انت كتبيع البغرير مثلا. نمشيو حنا بابسط مثال، مرأة كبيره كتقاد البغرير ولا المسمن باش تعاون راسها. دابا هاد المرأة طاحت في ان مارشي اللي كبير، مثلا شركه فيها مثلا شي 100 واحد ولا 200 خدامين، بغات شي وحده تبقى تجيب لهم مثلا البغرير ولا المسمن باش يفطروا في رمضان لمده شهر مثلا. دابا انت مثلا كامراه لقيتي هاد المارشي اللي غادي اللي سيت ان مارشي اللي مزيان، يعني رمضان غتخدمي على راسك مزيان، ولكن هاد الشركه شي خصها اون فاكتور، خصها تعرف معاهم كتخدم.
حيت الشركات ديال لا كونطابيليتي. ودابا انت واش ماشي دوماج تضيعي ان مارشي بحال هذا غير حيت ما قادراش ديري فاكتور؟ واش فهمتي ولا فهمتوش؟ مثلا انت دري صغير باقي جون الى اخره كتصاوب لي سيت انترنت، جاك ان كليون شركه ولا اداره باغيين يصايبوا ان سيت، عندك ان بون كوموند مثلا فيه واحد 10 المليون 12 7 المليون المهم بون كوموند ديال سيت. ولكن اش غيطلبوا لك دوك الاداره؟ غيطلبوا لك لا فاكتور، الورقات الشركه الى اخره. فهمتي ولا فهمتوش؟ دونك ها انت غتضيع عاوتاني افر على راسك. علاش؟ غير حيت دون تا تيت انت ما باحثش اصلا، انت كتقول لا الضرائب عرفت كدا يدخل معايا في الربح الى اخره. هذا تفكير غلط. الا غدير المقاولة الضرائب الفون بارتي من البيزنس بلان ديالك. فهمتي؟ فاش كندير ان بيزنس بلان ديال ان بروجي الضرائب خصني نكون حاسب عليهم. من بعد لقيت شي كونطابل مزيان اللي كيعاونني باش ما نخلصش بزاف ديال الضرائب بطريقه ليغال طو ميو. ولكن في الاصل انا داخل معول على الضرائب باش انا كنكون مقاول. علاش؟ حيت المقاولة الا دارت على حقها وطريقها تيكون الربح ماشي قليل، ولكن تيكون الربح معقول، ولكن تيكون دايم وكتكون انت فاش كتحط راسك على المخدة ما خايفش نهار يقرقبوا عليك ولا يجيو عندك ولا الى اخره. حيت il suffit يجي عندك ان فيسك ولا شي واحد من مديرية الضرائب يجلس معاك غير صباح واحد يطلب لك الوثائق الخدمة ديالك ما تعطيهمش ليه، صافي تشديتي. الضرائب ما كنتفلاوش معاهم الدراري، والضرائب ثقافة. الناس في اوروبا في دي بيي اللي كبار راه هما تيخلصوا الضرائب زعما ثقافيا. خصك تخلص الضرائب. هذا غير هادشي تنقول لكم الدراري راه زعما شوف داخل في اطار التربيه اللي خصكم تربيو راسكم كمقاولين شباب. افونسيو شويه. الشروط باش انك دير مقاول ذاتي: اول حاجه تكون مغربي ولا تكون اجنبي ولكن عندك ورقاتك، عندك لاكارت سيجور. خصك تكون خدام ديال راسك، ماشي خدام عند شركه، ماشي خدام مثلا موظف الى اخره. في بعض الحالات ما غيمكنلكش تجمع بين موظف مثلا ديال الدوله ومقاول ذاتي. بالنسبه للسيكتور بريفي غالب الحالات ما يمكنش، ولكن يقدر يكون شي كونطرا بارتيكولي كي لو بيرمي. مي على اي خصك تكون مقاول ذاتي. كيف ما السميه ديالها كتبين هي دارت للمقاولين اللي باغيين يكونوا مقاولين ماشي خدامين عند الناس. والشرط الثالث خاص يكون لو شيفر دافير ديالك ما كيفوتش يا اما 20 مليون الا كنتي كتعطي الخدمات بحال دابا كتصاوب لي سيت، فوتوغراف، كدير الكوتشينغ، المهم كدير الخدمات انت كتسخر لبنادم الى اخره. يعني كدير ليفريزون. يعني الا كنتي ما كتصورش اكثر من 20 مليون في العام مزيان. كنتي كدير شي نشاط اللي هو صناعي يعني بحال دابا كتصاوب الهيادر، كتصاوب توسكي تقليدي يعني جلالب، تتصاوب مثلا البلاغي، كتصاوب الحلوى، كتصاوب المهم كتصاوب شي حاجه. فهمتيني؟ هنا خاصك تكون كتفوت 50 ما تكونش كتفوت 50 مليون في العام. اوكي. الشروط باينه ساهله. خدام ديال راسك مغربي ولا اجنبي ورقاتك مقاده، ما فيتش 20 مليون الا كنتي كدير الخدمات، 5 مليون الا كنتي ما كديرش كدير الصناعه. وهنا كيبان لك انه الا بديتي كمقاول ذاتي انت غتشد العباد لراسك. الا هاد العام خدمت مزيان وخلصت الضرائب ديالي وكلشي وصورت اقل من 20 مليون، تنقول انا بالنسبه ليكو سيستيم باقي ما وصلتش للنيفو ديال اللي خاصني ندير شركه كبيره. يعني باقي خاصني نتعلم، خاصني ندير ان ايفور. الوقت اللي غندير شي ان نون اللي غيكون ان اكزيرسيس اللي با فريكتويو اللي بعت وشريت مزيان وخدمت على الكومونيكاسيون وخلصت الضرائب وكلشي وصورت فوق من 20 مليون، هنا غنعرف بلي خاصني نمشي صافي، خاصني ندوز ندير شركه ونكبر باش نبقى غادي وكنكبر. ولكن ما غنوصل لذاك النيفو حتى غنكون تروديت، عرفت كيفاش نجيب الكليان، عرفت الوراق اللي كيطلب الكليان، عرفت الكونطابيليتي شنو خص يكون عندي فيها، عرفت الضرائب فين كيتخلصوا، على ما كيتخلصوا وكيفاش كيتخلصوا. يعني كاع هادشي غادي نعرفو. دونك فاش غادي نبغي نكبر ونولي مثلا اس اي ار ولا نولي شي اس اي ال اي ولا المهم غنولي شي فورم اخرى ديال المقاولات ولا ديال الشركات،
يعني غادي تكون عندي واحد نقدروا نسميوها حرفه ديال المقاوله. يعني فاش غنجلس مع واحد باغي خدمه، انا جو سوي اون بوزيسيون دو فورس، حيت كنحس براسي حريفي وثائق في راسي وعارف، وعندي لا كليونتيل ديالي. يعني ديك 20 مليون داخله لي في العام. دابا انا كنكبر في البيزنس، ماشي كنديماري البيزنس. فهمتي ولا فهمتوش؟ دونك هذا هو المغزى من هاد لا فيديو اللي بغيتكم تشربوا، هذه الفكره اللي بغيتكم تشربوا. الور المزايا ديال المقاول الذاتي: اول حاجه تبسيط اجراءات الانشاء والانهاء. بغيتي دير مقاول ذاتي سهله، فوتوكوبي د لاكارت ديالك، كتمشي لاول بنكه، اول بنكه عندك، حاجه البنكه اللي غتبان لك حداك، غيعطيك واحد الورقه غتعمرها 15 يوم، غتجيك واحد البطاقه ديال مقاول ذاتي. صافي راك وليتي مقاول ذاتي تو سامبلومون، اسهل ما كاين. بغيتي تحيدها حتى هي اسهل ما كاين، كتمشي عاوتاني هاد البنكه ديالك تقدر الغويردات، ولا كتعيط لواحد النمره. اعفاء من التسجيل في السجل التجاري. كيف ما قلت لكم قبيله، مقاول ذاتي ما عندوش اي سي او بحال الشركه، ولكن عنده واحد الرقم اخر كيشبه الاي سي او، يعني حتى هو كيتيدونتيفيا به عند الضرائب. عدم الخضوع لضريبه القيمه المضافه، تي في ما عندكش. والناس اللي خدامين في شركات راه عارفين القيمه ديال هاد لافونتاج. تي في ما عندكش، يعني الضريبه عليها، يعني خدم ليا مع راساتك ترونكيل. الضرائب كتخلص 1% من الشيفر دافير ديالك الا كنتي كدير الصناعة والتجارة الى اخره، وكتخلص 2% الا كنتي كدير الخدمات. عرفتي شناهي 1% و 2% الدراري ديال الضرائب؟ راه هي صفر. راه الياس في شي حالات كيوصل حتى 37% الضريبة ديال الشركات، بعض المرات كتوصل حتى 37%. ما عنديش لي شيفر اكزاكت، ولكن راه باش نقول لك كتخلص 1% ولا 2%، اسمح ليا اون بلوس غتسمى كتخلص الضرائب. يعني عرفتي راك ترونكيل، خلص 1%، يعني كل 100 درهم كتخلص فيها درهم. بعتي وشريتي 100 درهم كتخلص على درهم ديال الضريبه. زعما ما نعرف. القدره على اصدار الفواتير، يعني اون طونك اوتو اونتربرونور كيمكن لك تقاد فاكتوره. وعرفتي شنو هي تقاد فاكتوره الدراري في البيع والشراء؟ سولوني انا وسولوا الناس اللي خدامين دابا في الاي كوميرس. ان بنادم كيبغي اون فاكتور تعامل معاك، خصو باش يضمن راسو. شاري من عندك ايفون، شاري من عندك اسبيراتور، شاري من عندك فران، شاري من عندك تبيعولي بزز في الانترنت، غيقول لك اخويا صيفط لي مع لا فاكتور، ولا صيفط لي مع لا غارونتي. لا غارونتي شنو هي؟ راه غير ورقه كتصاوب انت في البيسي باللي راه الا طرات شي حاجه انت كترد ليه فلوسو ولا الى اخره. ولكن باش ديك الوثيقه تكون فالابل، خاصو يكون ليه مصاوب بعدا، عنده شي اي سي او، شي ايدونتيفيون، شي شركه بعدا قلنا راه هو عندك، ماشي لي سي او عندك ما يكافئوه. و عندك الكاشي ديالك، لا غارونتي فيها الكاشي. دابا كتمشي كتشري من عند موالين الالكتروميناجي ماكين الصابور، كي الكارونتي كيفاش كيصاوبها لك؟ راه بون. ولكن شنو كيخلي داك البون زعما كيقوم بالدور ديال لا غارونتي؟ هو داك الكاشي اللي كيكاشي لك فيه التاريخ وكذا الى اخره. واش فهمتوا الدراري؟ القدره على ممارسه النشاط في المنزل. دابا الناس اللي كيبغيو يصايبوا شركه كيطيحوا في واحد المشكل كبير، الا وهو الدوميسيلياسيون. شنو هي الدوميسيلياسيون؟ الدوميسيلياسيون هي لادريس ديال ديك الشركه. يعني الا بغاو الضرائب يجيو عندك، الا بغى يجيك شي كوري، خاصك شي زعما شي ادريس فين تكون كشركه. هذيك الدوميسيلياسيون باش كدار نورمالمون خاصك تكون ساني كونطرا د باي. يعني خاصك تمشي عند شي واحد عنده محل ويسني معاك كونطرا د باي. داكور. كاينين دي بيرو ديتود اللي عندهم الحق يعطيو ثلاثه، جوبونس دابا لا ميزاجور الاخر اللي عندي كيعطيو الحق، عندهم الحق يعطيو ثلاثه ديال الدوميسيلياسيونات. داكور. دونك بحال دابا ان بيرو ديتود كيمكن ليه مثلا يكري لك شركه ويدوميسيلي لك الا عنده شي قدره. حيت كنظن اخر ميزاجور منعوا عليهم يديروا بعدا الدوميسيلياسيون، ما بقاتش كدار في الستاشي في الاغ سي. يعني شحال هادي كانوا كيديروا مثلا في الاغ سي في الريجيستر دو كوميرس، كيديروا مثلا في الانشطه كيديروا كرياسيون سوسيتي الى اخره، دوميسيلياسيون سوسيتي.
دابا ما بقاتش، سو ني بلو اون اكتيفيتي. داكور. و جو بونس الشركات اللي عندهم إمكانية أنهم يدوميسيليو ما بقاوش كيفوتوا 3. دابا لافونتاج في مقاول ذاتي يمكن لك دوميسيلي في دارك فين ساكن، يعني ساكن مع والديك ولا هذا كدير الدار ديالك. وفاش كتكون هادي غير بين قوسين، فاش كتكون كتكري الكونط ديالك باش تولي مقاول ذاتي في السيت ديالهم، راه كيعطيوك تدخل 2 ادريس. كيعطيوك تدخل لادريس اللي بغيتيها تكون ديال الشركة اونتر كيمي، هي ماشي شركة ولكن ديال الشركة ديالك، وكيعطوك تدخل لادريس ديالك انت فين ساكن. راه كيعطوك جوج ديال لي زادريس، يعني يمكن لك بحال دابا تكون ساكن مع داركم ولكن البيزنس ديالك دايرو على حساب مثلا شركة شي ادريس اخرى، راه ممكن. ولا يمكن لك دير يعني لادريس ديال داركم فين ساكن هي ديال الخدمة ديالك. والواعرة شنو هي؟ سيكون عندك حماية عدم قابلية التصرف في المسكن الرئيسي. يعني واخا داك المسكن راه مرتبط بالاكتيفيتي ديالك كاوتو اونتربرونور، راه ما نقيوش في والو زعما، راه بيع وشريه كريه ردمو، ما كاينش اللي يقيسوا لك هذاك، ما عندوش علاقه ما كتفقد حتى شي بوفوار عليه. داكور. دونك دابا نعطيكم امثله لمن يهمهم قانون المقاول الذاتي. جو بونس راه دويت عليها او فور ميزور. دونك الناس اللي عندهم مشاريع انشاء الشركات، يعني شي واحد اللي باغي يبدا في لونتربرونيا ولكن مالوغوزمون ما عندوش كيفاش يدير يبدا كبير. طلاب يعني باقي كتقرا في لافاك، باقي كتقرا في اون ايكول، باغي تخدم على راسك، كدير بطاقه مقاول ذاتي باش فهمتيني كيف ما قلت لك كتخدم كوريكت. واخا انت باقي كتقرا ولا هذا يمكن لك تاخذ مثلا دي زافير. كنتي مثلا مغني كتخدم مثلا في العراسات، كتخدم في الحفلات، كنتي دي جي فهمتيني، كنتي جو سي با موا مدرب د الكره، كنتي كدير مدرب ديال ما نعرف زعما. بريف شوف كنتي مثلا بنت كتصاوبي السوشي مثلا، باغي كتقراي وكتصاوبي السوشي كتبيعيه مثلا. دونك هذا هو اللي كاين. خريجو التكوين المهني بطبيعة الحال، ما ندويش عليهم دوك حريفية. دونك فوالا. العاطلون على العمل، واحد شومور ما خدامش يعني باغي يضرب بريكولات اضربات تاعو، واش يبيع ويشري في الطوموبيلات، يبيع ويشري في الماطر، يصاوب مثلا الطوموبيلات، يغسل الطوموبيلات، يشطب الزناقي الى اخره، يدير النيطواياج. بون بريف انا كنقول لكم افكار. والافراد العاملين في القطاع غير الرسمي، يعني بنادم اللي خدام في النوار، بنادم اللي مولف كيخدم بلومبي جو سي با موا، نجار كيخدم في النوار، فممكن يدير مثلا هذه المساله هذه باش يبقى يخدم ترونكيل. داكور. ما عرفتش الدراري واش وصلت لكم الفكره اللي بغيت نوصل لكم، حيت كيضرني خاطري فاش كنشوف بنادم غادي كيقلب على كيفاش يصاوب سيد، كيفاش ما نعرف باغي يولي مليونير ملياردير، ما نعرف شنو هو باغي يشري فيراري، ما عندوش اطار قانوني فاش غيخدم. ما عرفتش كيفاش غدير لهاد المليونير هادي. وزعما حنا في المغرب عايشين في ما نعرف تحت الارض، غتولي مليونير في ديك الدولة وانت ما عندكش ما تقدرش تصاوب حتى فاكتور. كايناش هادي الخو، شكون تفلى عليكم؟ كايناش هادي. دونك باغي تخدم في الفلوس، باغي تخدم في المقاولة، تعلم داكشي على حق وطريق ونسى عليه الخواض. الله يجعلك هاد العام كله تصور 10 المليون، ولكن راك كتعلم. خصك تمشي بخطى ثابتة. والمقاولة راه ماشي مقاول يعني انت راك مريقل وكتفكر بجوج عقول وباللي راك غتصور مليار، وهذاك اللي كيمشي يخدم في الشركة راه غيتصور قل منك وما كيعرفش. لا، هذاك اللي في شركة حتى هو كيبدا صغير، وإلا ما صبرش وعرفش يجيري لا كارير ديالو عمرو ما غيتزادي داك الصالير، وعمرو ما غتحسن الوضعية ديالو. كيف ما داك المقاول حتى هو راه ضروري غيبدا صغير، ولا ما خدمش على لي كومبيتونس ديالو، ولا ما ضبطش الامور ديالو، راه بحالو بحال داك اللي خدام في القطاع ولا خدام في السالاريا. كيف ما داك يقدروا يجريو عليه واحد النهار، وإلا ما طورش راسو وما كانش معقول وما كانش كيعرف يخدم، بنادم كيأمنوا على السلعة ديالو ويأمنوا على الخدمة ديالو، يعني كان محل ثقة وشاد الحرفة وكيحل المشاكل، راه غيجريو عليه عمره ما يعاود يخدم. كيف ما انت ما كنتيش مقاول اهل الثقة وضابط الامور ديالك وخدام وكتجيري بما يرضي الله وترونكيل، راه سور لو مويان تيرم ولا هذا ما يمكنلكش تكمل في المقابله. والامثله كثيره، امثله كاع دوك اللي دايرين راسهم حمق زعما بشكال، واخدين كريديت من البنكه ومخلصينهم ومخلصينش الناس ومجرين على الناس وكيسراو الناس في السي ان اس اس والمحاكم وهذا. واش دابا داك مقاول زعما سانسيرمون؟
زعما هذاك واش مقاول واخا تلقاه كيسوق حتى 7 الفيراريات، زعما واش انت تبغي تكون هكاك؟ في حين أن واحد كتلقى عنده عام واحد على قد الحال، مجيري ترونكيل كيشيط ليه بداك الشي اللي كيشيط في الشهر، في الهوت سيزون يشيط ليه 3.5 نقية ما فيهاش فرع الراس ولا تمارة ولا مشاكل ولا هذا، في لا باس سيزون كتلقاه كيشيط ليه واحد 15,000 20,000 10,000 8,000 ولا راه مقير مخلص لي فورنيسور ديالو مخلص الضرائب ترونكيل. فهمتي؟ ولكن هذا المثال الثاني الدوام، الدوام يعني داك البيزنس شحال ما بقى كيبقى يصور الحمد لله وترونكيل وضابط ليه العبار ديالو، ونهار كيخصو الفلوس كيعرف كيدير يخدم كتر يزيد السوايع كيعرف وقتاش يكدا نهار فهمتيني وترونكيل وكتلقاه مجوج ومكبر وليداتو وغادي مزيان في حياته. شويه بشويه كيشري بقيعه كيشري دويره كيشري دويره بقيعه هنا حوش هنا طوموبيل هنا شويه زيد طوموبيل الخدمه هو غادي شويه يخدم مع واحد ماشي بحال واحد انا مليونير آه ما نعرف غادي نكتسحوا المغرب حنا اللي غنحكموها. الله يرضي عليكم الدراري حتى الواحد الا فهمتي حتى الواحد الا بغى راه كاينين لعابه د الكره اللي بانوا تبانوا ولكن راه عامين وما يطفاو حيت ما عرفوش ماشي مبنيين على الصح، واللعابه اللي مبنيين على الصح وهذا راه باقي لدابا الحمد لله واكلين خبيز. فاما حسن تسني معاك البارسا ب7 المليار ديال القنطار ديال الاورو وفي عامين تطفى، ولا تكون غالي على قدك ولكن راك باقي دابا واكل خبيز. ايوا المهم الدراري يلاه ما نطولش بزاف، عييت ما نحاول ندير هذا الفيديو ما طويلش ولكن ما قدرتش. نتمنى هذا الموضوع تاخذوه بالجديه، واللي تنقول لكم واللي باغي يبدا في المقاوله ولا بادي في المقاوله باغي يدير الاي كوميرس باغي يدير اي حاجه عندها علاقه بالبيع والشراء داكور. بعدا كان بغى يدوي معايا انا في شي نهار بغى يدوي معايا اللي ما عندوش اطار قانوني فين خدام دير شركه ولا عنده مقاولات ما نجاوبوش. انا ما غنجاوبوش بعدا من غدوي في واحد خدام في النوار، من غدوي في واحد تيكزر بنادم، من غدوي في واحد الا باع لك معالقه لقيتي فيها الديفو كي غدير دوي معاه فين غتلقاه شكون هو. فالله يرضي عليكم الدراري هاد القناه من 2017 وحنا كنحاولوا نمشيو طرون قادين كسوا فاش كنا كندويو على لي سونتر دابيل، كسوا فاش دوينا على لي ديليغي ميديكو، كسوا فاش دوينا على فهمتي الخدمه في الانترنت، كسوا فاش دوينا على السالاري يعني اي حاجه دوينا عليها فهاد سميتو كندوي على كيفاش خاصها دار اون بون دو فا. ديما تنقولها لكم بالنسبه للناس اللي باغيين ينجحوا طريق النجاح ما فيهاش المختصر ما فيهاش لي راكورسي، طريق النجاح باينه كتحط لوبجيكتيف وكتمشي ليه، ما كاينش شي طريق كتوصلك دغيا ولا اوكي. يلا دراري بون كوراج الله يسهل الامور بسلامه، وشكرا لاي واحد سمع الفيديو تاع هنا واي واحد متبع معايا هاد العام حيت فريمون فهمتي كنبغي ندير هادشي ونحس بنادم كيشرب وكي وكيروى كيف ما تنقولوا وكيطبق. وشكرا لاي واحد اللي تيكومونتي وكيصيفط ليا ميساج هاد الايامات. دابا راني مريض فهمتيني عيان شويه ومع ذلك بغيت ندير لكم هاد الفيديو اللوحو غدا. اول حاجه حيت وعدتكم بيه، ثاني حاجه حيت عندي ان بروغرام خصني نريسبكتي هاد العام 2024 كاينين مواضيع خصني ندوي عليهم ضروري، وهذا قلت لكم ما مسبونسوريزي ما والو، هذا وعد بيني وبين راسي. هادشي كنديرو كوم توجور دوبوي توجور، هادشي كنديرو حيت انا باغي نديرو ماشي نتوما طالبينو مني داكور. يلا الله يسخر الامور دراري بسلامه.